اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على أجمل وأحلى متابعين في الدنيا. يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين النهاردة عصير الليمون. طبعا كلنا عارفين عصير الليمون بالنعناع ان المشروب الرسمي الرئيسي في الصيف اللي بيرطب على القلب والجو حر، حاجة كده تروي العطش في الحر، اكتر حاجة منعشة. مفيش اكتر ولا احلى من عصير الليمون بالنعناع، هو المشروب الصيفي والرسمي. عملت ايه؟ 4 ليمونات قطعتهم شرايح. طبعا بعد ما عملت عصير الليمون وصفيته وكل حاجة افتكرت ان انا ما صورتش، قلت اصور لكم بعد ما خلص. عصير الليمون قطعت 4 ليمونات شرايح. طبعا يفضل الليمون الاخضر، في ليمون اصفر في ليمون اخضر. الاخضر النكهة فيه قوية جدا جدا، احلى من الليمون الاصفر. بتحطيه بتقطعيه شرايح في الخلاط، بتنزلي عليه بالمية. بعد كده بتنزلي، يعني انا حطيت 4 كوبايات مية عليهم 4 معالق سكر كبار، وطبعا ممكن تضيفي عسل مكان السكر وده اختياري ليكي. وجبت كام ورقة نعناع كده وحطيتها مع المية والسكر والليمون، وعملته ايه، لفتين كده في الخلاط نعمته. بعد كده بتجيبي شبشق، بتجيبي اي حاجة كبيرة كده او بولة كبيرة والمصفى وبتصفيه وبتحطيه. طبعا تجيبي الكوبايات وتحطي فيها مكعبات تلج. بعد كده بتنزلي على التلج بالليمون. مكونات سهلة بسيطة سريعة مش مكلفة، وعندك في البيت موجود. طبعا كلنا عندنا الليمون في البيت. ممكن تضيفي حليب مع النعناع برضو حلوة قوي، بس بصراحة النعناع بالليمون بالمية ده المشروب الرسمي الرئيسي في الصيف. حلو قوي قوي، منعش وجميل جدا جدا ومش مكلف وموجود عندكم في البيت. انصحكم تجربوه، سهل جدا وبسيط. عصير الليمون له افكار كتيرة قوي قوي، ممكن بتعمليه بكذا طريقة، بس ده المشروب الصيفي الحلو السهل اللي بيروي العطش الصحي المفيد. جربوه بالطريقة دي، حلوة قوي هيعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.